في حضرة الكاتب والشاعر نجيب مزيان اللي نرحب به مرة أخرى، وحضرة زملاء خالد والأصدقاء وعدنان، نقدموا رواية عرس في جحر الضبع. هي رواية إصدارات 2020، رواية من حجم صغير، طبعة متوسطة 160 صفحة. سورة الغلاف تدي معناها ولكن ما فيهاش جمال كبير. ربما نصيحة للصديق نجيب باش المرة الجاية يحاول قدر المستطاع يعمل غلاف مزيان، ويكلف أحد الفنانين التشكيليين في الجهة باش هو يصيغ الغلاف ويقدمه. باش نحكي لكم عن الرواية نلخصها لكم، هي في 160 صفحة، نحاول قدر المستطاع باش نحطها لكم في صفحة واحدة باش أنتم تفهموا التمشي نتاع الأستاذ نجيب مزيان. الرواية هي تحكي على زوز أبناء عم، زوز من قاع الريف، زوز موعودان بالزواج منذ الصغر، لأن في الريف وخاصة ربما الريف تاع المهدية، ولو أنا فكرة ضبابية، الريف تاع المهدية أن الولد والبنت خاصة أبناء عم هما أزواج مع تجهيز التنفيذ. السي نجيب خدم عليها الفكرة هذه، خدم على الصراع عمل له تشظي، عمل بؤر نتاع من حفرة إلى حفرة، من أعماق إلى أعماق. من ذلك مثلا البنت تنجح وتتحول المدينة مؤسسة دراستها، الابن ولد عمها يفشل وينتهي بالعمل في الفلاحة مع والده. الرواية تبدأ بالصراع وتنتهي بالصراع، صراع بين العلم والجهل، صراع بين الريف والمدينة، صراع بين الرجل والمرأة، صراع بين الحق والباطل، صراع بين الأمل والنظرة السوداوية، صراع بين دولة القانون اللي أسسها بورقيبة ما بعد تكوين الدولة الوطنية بعد 56، وبين الجماعات الإسلامية اللي تواجدت في تونس، دولة الغاب. هذا الصراع المتشظي في الرواية اللي كبار تحسوا ليه بتمشي جميل، بكتابة جميلة، ينتهي باستقطاب الابن من طرف الجماعات الإسلامية، يعبوا له مخه. الطفل ضي ينحدر في حياته في كل شيء، الطفلة تتعلم اللي هو تكبر ما بينات الولد وبنت عمه، ولكن بمساعدة الأئمة بتاع الجماعات الإسلامية اللي يدفعوا دفعا للزواج بها، مش زواج بقدر ما هو اغتصاب، تجيب منه ولد. الولد ينتهي به المطاف إلى السجن، هي عاقبة الجهل. البنية عاقبة العلم، تولي مدرسة ترجع للريف نتاعها هي. الرواية الصراع من الصفحات الأولى للصفحة الأخيرة، حتى الصفحة الأخيرة فيها تحديد للزمان وتحديد للمكان. تحديد المكان أشار له معناه في الصفحة 159 160 قال المهدية، وبعدين قال سلخت، هذاك باش عرفنا المكان، لأنه يحكي عن الريف بصفته مطلقة. الريف كل مرة يعرف بطريقته، أحيانا جبال، أحيانا مكان فلاحي، أحيانا فيه بئر متاع النقل الريفي، أحيانا وديان، وأحيانا ماء اللي يخدموا. كل أشار أن المدينة هذه تنتمي لها الطفلة كذا كذا هي مهدية، والسيف يحكي على سلاقته. هزوز الممارسات هذه باش عرفنا احنا الإطار المكاني اللي دارت فيه الأحداث. بالنسبة للإطار الزماني إطار غائم جدا، لأن الكاتب يبداه وكأنه ما بعد تكوين الدولة الوطنية، يعني يحكي على دولة القانون، دولة المؤسسات، ثم يطوى التاريخ وكأن البنية والوليد قاعدين يكبروا في الزمن، والتاريخ قاعد يطوال. توصل مرحلة معينة من الزمن يولي يحكي لنا على وجود رئيس شاب أنقذ البلاد، احنا نحكوها على 7 نوفمبر. بعدين وجود الجماعات الإسلامية ومحاولة تخريب في المجتمع التونسي، تخريب العقل وتخريب المنجزات. الصراع هذا يتحول إلى صراع فكري. الكاتب في هذه على صوت البنية وكان يعطينا دارس كيفية النقاش مع الجماعات الإسلامية والفرق ما بين الإيمان والإسلام.
كان هذه النص هذا يفرق ما بين الايمان والاسلام، كان نص جميل وفيه خدمه وفيه صح. أول حاجة يضع الكاتب أمامنا بعض المفارقات والحقائق من خلال عودة عائشة من المدينة إلى الريف، من المعهد إلى المدينة إلى القرية. والكاتب يستشهد بقصيدة من الشعر الشعبي: يا بير يا منبع الخير يولي رويت العطاشة. الكاتب عنده ثنائية: السرد وكتابة الشعر، متمكن جدا في كتابة الشعر. الرواية حالتني إلى التشابه في رواية عبد الحميد هدوغا في روايته غدا يوم جديد. هذا واحد جزائري زاد يخدم على الشعر الشعبي مع النص الروائي. عبد الحميد هدوغا: يا العودة الزرقاء اشربي من راس العين، مولاك محمد ركبوك ناس اخرين. هذه في التمهيد في كتابته في الجزء الاول من الروايه. الشخصيات اللي خدم عليهم سي نجيب بوزيان خدم على اسماء اختارها بدقه، وكانها اسماء وليده اللحظه وليده المرحله. لذلك مثلا كل الاسماء عندها دلالتها، مثلا مبروك، عايشه، شادي، عمر، ثلجه، حليمه، الشيخ علي، طاهر.